مش اي محل تجاري يبقى استثمار، ده اغلى كيس بلح. هو كل اللي معروض في العاصمه الاداريه دوت هيشتغل بجد؟ الاجابه من اي سنسور طبعا يا فندم. لازم نتعايش مع واقعنا. هو عايشين. بس الحقيقه بتقول غير كده خالص. في وحدات كتير قوي مش هتشتغل سواء اداري او تجاري. هي هتتبني وكمان هتتسلم، بس مش معنى كده ان هي هتشتغل وتجيب مكسب. الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا، بس انا عايز اتكلم عن نقطه محدده دلوقتي، وان المحلات المعروضه دي مساحات بيعيه مش مساحات تشغيليه، والفرق كبير جدا. وده كاستثمار يخسرك، مستحيل يكسبك. طب يعني ايه وايه الفرق؟ يعني المطورين دلوقتي بيعملوا مساحات صغيره على قد فلوسك، تقدر تشتريها مش تقدر تشغلها. في ايه وايه بقى؟ مش على اساس المحلات دي ايه المواصفات التجاريه ليها، وهل هتكون مناسبه للشغل ولا لا. فلو افترضنا ان المحل 40 متر، مع ان في محلات بتتباع مساحات اصغر من كده بكتير، المساحه دي مش هتنفع لمحل ملابس ولا ريتيل ولا كافيه ولا مطعم ولا موبايلات ولا بنوك. بس هم قالوا ان هم هيضموا المساحات الصغيره ديت على بعض عشان يعملوا محل كبير، بس برضه مش هينفع عشان